الشيء اللي في ايدي ده ممكن يكون سلمك للنجاح او حفرتك للفشل، فيلا بينا نستغله صح. بعد ما دورت كتير وشفت فيديوهات كتير وطبعا ما نسيتش شات جي بي تي، عرفت افضل طريقه عن تجربه شخصيه. اول حاجه لازم يكون عندك النيه انك تعلم من الموبايل. يلا بقى نقسم الموضوع لجزئين. الجزء الاول هنعرف ازاي نقلل من استخدام الموبايل، والجزء الثاني هنعرف ازاي نستغل الوقت الباقي على الموبايل صح. دلوقتي معانا 4 طرق عشان نقلل من استخدام الموبايل. اهمهم قفل الاشعارات، لان فعلا الطريقه دي بتقلل من استخدام الموبايل 50%. تاني حاجه املى وقتك بحاجات مفيده، لانك لو عملت كده اصلا هتنسى الموبايل. تالت حاجه استبدل العادات، يعني بدل ما تمسك الموبايل قبل ما تنام اقرا كتاب. ورابع حاجه كالعاده لازم تمشي على الموضوع تدريجيا. ونروح بقى للموضوع التاني، ازاي استغل الوقت اللي اتبقى صح. انا مثلا بستغل الموبايل في المواصلات في اني اسمع بودكاست او اسمع قران، ونفس الموضوع بيحصل في التمرين بدل ما اسمع اغاني. وطبعا كلنا واحنا بناكل بنفتح نتفرج على ملخص فيلم او حاجه من الحاجات دي، بس الافضل انك تستغله في انك تتفرج على حد مفيد. انا مثلا وانا باكل بحب اسمع المخبر الاقتصادي او دروس اونلاين. دي الطريقه الفعاله انك تستغل وقتك على الموبايل صح. وفي النهايه انت اللي في ايدك تستغل كل لحظه في عمرك، لان اليوم اللي عدى عليك مش هيرجع تاني. انا عمر درش، سلام.